السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام قال فيه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تخيل حضرتك إن هو ده الإسلام، ودول 5 أركان الإسلام. فطبعا أنا لو ملتزم بجميع أركان الإسلام فهكون مثلا قابل على الإسلام بنفس النظام ده كده. وعندنا أول ركن في الإسلام وهو أصلها وأمتنها هو ركن الشهادتين اللي هي التوحيد. طبعا لو أنا تخليت عن ركن التوحيد اللي هو أول ركن في الإسلام كده، فطبعا بقية الأركان كلها مش هتقدر تتمسك بالإسلام، لأن أول شرط من شروط الصلاة والصيام والزكاة والحج هو الإسلام. فطبعا كل الأركان ديت بدون الإسلام لا تجب ولن تتقبل من الشخص مهما كان، لأن التوحيد هو مفتاح العبادة. وطبعا زي ما احنا عارفين إن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. طبعا فيه ناس كتير مننا مش هتحج لأنهم لا يستطيعون إليه سبيلا. فطبعا ركن الحج هنا كده ممكن يسقط عن ناس كتير جدا. وطبعا برضه يليه ركن الصيام. الصيام مش كل الناس هتصوم عشان فيه ناس أصحاب أمراض لا يرجى الشفاء منها على الإطلاق. وطبعا برضه ركن الزكاة هنا برضه مش واجب على كل الناس، لأن طبعا مش كل الناس أغنياء ومش كل الناس تقدر إن هي تزكي. طبعا بقى عندنا دلوقتي ركنين: الصلاة وركني التوحيد. طب برضه أنا لو استغنيت عن الصلاة برضه كده انهيار للدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لو فاكرين الحلقة اللي أنا اتكلمت فيها عيش قدرك لوحدك في ظل قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، معنى الآية دي إن كل واحد فينا هيتحاسب لوحده، وكل واحد فينا هيقابل ربنا سبحانه وتعالى لوحده، وكل واحد فينا كان عامل لوحده. الناس اللي هي تقدر تعمل جميع الأركان، اللي هي أغنياء يقدروا يحجوا ويقدروا يزكوا وصحتهم كويسة إن هم يقدروا يصوموا، طبعا ما ينفعش الناس دي تتنازل عن أي ركن من أركان الإسلام، لأنك لو تنازلت عن ركن واحد بس فبقية الأركان كلها في خطر شديد جدا. أنا بعتبر إن أركان الإسلام دي هم اللي بيحموا العقيدة بالظبط. فلو إنك تنازلت أو تخليت عن ركن فبقية الأركان كلها كده في خطر بعد كده. طب بالنسبة للمريض اللي هو مش قادر يصوم رمضان، طبعا ده بيسقط معناه الصيام، ولكن هو مش فرحان انه ما بيصومش، لا ده هو حزين من جواه بيدعو ربنا ليل نهار ان ربنا يشفيه ويقدر يصوم رمضان الجاي او يصوم اي رمضان قبل ما يموت. حتى برضه الفقير اللي هو ما بيقدرش يزكي ولا هو بيقدر يروح يحج مش برضه فرحان ان هو ما بيزكيش ولا فرحان ان هو مش هيروح يحج والاركان سقطت من عليه. لا طبعا هو دلوقتي منتظر ساعة من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يقدر يزكي أو يقدر يحج. الناس بقى اللي هي ما تمتلكش غير ركني التوحيد وركني الصلاة، هم دول ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم على الركنين دول بس. واللي مقتدر على ال5 أركان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على ال5 أركان كاملين. واللي مقتدر على بس الشهادتين وركن الصلاة وركن الصيام برضه ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبه غير على ال3 أركان بس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله العلي العظيم لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.